كيفكن يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله هيك تكونوا بألف خير يا رب. بعرف عبعضت كتير، والله بعتذر منكم، بس عندي كتير هلأ قصص شغلتني، وإن شاء الله كل شي بتعرفوه معي بالأيام. أنا طبعي ما بحكي عالشي لحتى يعني يتم ويخلص ويمضى بخير. فأنا من نوع ما بحكي لحتى أخلص شغلتي. وهيك يعني أنا باخد بحديث السيدة محمد صلى الله عليه وسلم: استعينوا لقضاء حوائجكم بالكتمان. فإن شاء الله هلأ قرب الوقت كتير كتير، بنعرف إنه إن شاء الله الشي اللي عم نشتغله إنه يا إيه يا لا. لذلك أنا كتير غيرت عليكم، فبعتذر وما بصلي وقت للتصوير. هذا الفيديو تصور في رمضان، بس أنا بعد هيك عندي 3 فيديوهات مصورين من قبل رمضان، فرح أنشر لكم ياهن إن شاء الله، بحيث انه تاخدوا افكار الطبخ وهيك. يعني انا وعدتكم انه قناة روتين صح، بس صدقوني يعني صدقوني ما بصير وقت. صورت لكم هيك لقطة القهوة، وهون هذا الفيديو مصور قلت لكم برمضان. هون كان مدري يا 3 يا 4 يوم رمضان، والله ما بذكر كتير منيح. وهون انا كنت عم بعمل يبرق طبلة الرز مثل ما شايفين، بهار ملح لحمة حسب الرغبة، ومنحط سمنة لأنه هون عنا بألمانيا ما في يعني اللحمة ما مدهنة، لأنه هون ما في غنم كلاتنا بنعرف. فهون أنا كنت عبلفه إنه قبل بيوم حتى. والله وهيك يعني. فالحمد لله إنه طلع كتير طيب واشتهيتكم معي كلياتكم. هلأ حابة إنه شارك معكم هيك دعاء، باعتبار رح نفوت آخر 10 أيام عفوا من شهر رمضان المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والسعادة، وإن شاء الله هيك خلونا أعيدكم قبل الكل. قلتلكم يعني كل عام وأنتم بألف خير يا رب إن شاء الله. هلا هو لسه في 10 أيام، بس إن شاء الله هيك كمان رح طلع عليكم قلتلكم بفيديوهات تانية، بس إنه ما حتكون مصورة جديد. أنا كان ناقصهم مونتاج، ويعني لا حتى انه منتجين، بس كان بدهم تسجيل صوتي. يا ربي كان بس بدي انه اسجل لهم صوت، وهلأ صار عندي شوية الوقت اني اسجل لهم صوت. فان شاء الله اني ما اقصر، يعني ان شاء الله ارجع ان شاء الله. احبتي، الليالي سوف تبدأ، اغلى واسمى الليالي العمر، هدية من الله لنا، العشر الاواخر لشهر رمضان المبارك. آخر 10 ليالي من رمضان هي أعظم الأوقات التي يتقرب فيها العبد من ربه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر اعتزل الناس وأحيا الليل وطوى الفرش وتفرغ لعبادة الله عز وجل. اعتزل الناس والنوم وأشحدوا الهمة لمقابلة المولى عز وجل. هذه الليالي العظيمة التي فيها أعظم الليالي وهي ليلة القدر، تتنزل فيها كل الملائكة وسيدنا جبريل عليه السلام يسلم على عباد الله الصالحين القوامين، فإذا سلم على أحدهم رق قلبه وفاضت عينيه. فيها تكتب كل أقدار الناس من رزق والحياة والخير والشر، لقوله تعالى: فيه يفرق كل أمر حكيم. هذه الليالي التي قال الله عنها خير من 1000 شهر، يعني أجرها بأجر 83 سنة من العبادة. ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، فالتمسوها وأكثروا من الدعاء والبكاء والالتجاء لرب العالمين إن شاء الله. من أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما رفع قدره في الدنيا والآخرة بعظمة ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من الذين رضيت عنهم ومن الذين يسلم عليهم أفضل الملائكة. اللهم إنك عفو تحب الكريم فاعف عنا. وإن شاء الله
الله هيك يبلغنا ليلة القدر إن شاء الله بإذن رب العالمين. ملاحظة أنا لو إنه حتى مثلا غلبطت شوي في الكلام فأنا ما بحذف، بس وأنا بسجل هيك فأجاني اتصال قمت لغيته ورجعت سجلت من جديد. فإن شاء الله هيك الله يبلغنا ليلة القدر يا رب. وأفضل دعاء هو بليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. إن شاء الله هيك الله يقدرنا ونقوم ليلة القدر إن شاء الله. هلا بنرجع للفيديو تبعنا، وإذا وصلتوا لهون لا تنسونا من دعمكم الحلو واشتراك وتشترك القناة ليصلكم كل شي جديد إن شاء الله، من لايكاتكم ومن تعليقاتكم الحلوة. هون أنا مثل ما شفتوا خلصنا عدت السفرة وشفتوا السفرة شلون كانت وهيك، والحمد لله الله يديم النعم ويحفظنا من الزوال إن شاء الله. ومثل ما شفتوا أنا بالطنجرة بحطهم ملح حمض نعناع يابس وبس ومي عادية. هون هذا العصير أنا عم بعمله، إنه كان عنا الجو هون شوب كمان، فكان عندي شوية برتقان قلت أعصرهم فعصرته. صدقوني ما بتذكر كم كاسة طلع، بس يمكن 3.5 مدري 4. فأنا لا بغليه على الغاز ولا بعمل له شي. فأنا إيش عملت بس حطيت اللهم صل على سيدنا محمد، مثلا طلع 3 كاسات برتقان مدري 4، صدقوني ماني متذكرة. المهم نفرض إنه 4، بنحط قدهم سكر بنروح بنجي بنحركه لمدة يوم يومين لحتى يدوب السكر بشكل كامل. بنحطه بقنينة ومن اللهم صل على سيدنا محمد بنحطه بقنينة وبنحطه ببراد. مثلا لما بدنا نعمل، طبعا القنينة بتكون خالية من المي مشان ما يعفن، اللهم صل على النبي نحطه بقنية كولا بقى أي شي متوفر. فلما بدنا نعمل نشرب بنحطه بنحط شوي قدر شوي منه وبنكمل باقي مي وبرده وبنشرب. هون بتحددوا انتو السماكة وبس. كتير طيب، وباعتبار هلأ داخلين على صيف فكتير طيب يعني. وهلا يمكن عدى الفيديو 3 كاسات ونص، بس انا رجعت ضفت يمكن نص كاسة سكر. ايه والله ايه وبس. بس روحوا تاو حركوه لحتى يدوب السكر بشكل كامل. تمام صبايا، وان شاء الله لهون بتمنى دعمكم إلي، وان شاء الله اذا قصرت هالفترة سامحوني، بس راح ارجع لكم ان شاء الله اقوى من قبل. وقلت لكم بس خلصت اموري ان شاء الله نرجع ان شاء الله باذن رب العالمين. وان شاء الله دمتم بألف خير. راح اشوفكم مع الفيديو. طبعا هون كمان انا عملت بريوش معروق اللي هو ايش بتسموه انتو. ايه والله، وحبيت هيك ارجع اضيف لكم الفيديو. هلا انا بعمل يوم يوم لا